السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا رجالة الفانتازيا، اللعبة اللي أنا شخصيا مرغب بيها. عاملين إيه وإيه الأخبار؟ والله أنا بحاول إن أنا أعمل حاجة تكون شكلها لطيف، لأن الموضوع طلع صعب وأنا كنت مش عامل حسابي عليه من فترة، وأنا اللعبة دي عايز ألعبها، يعني أنا بحبها كده كده anyway ألعبها، فقلت نلعبها مع بعض كلنا أحسن ما إيه أو بلعبها لوحدي، أو يعني نتسلى مع بعض وهي لطيفه يعني هتعجبكم. دلوقتي الموسم الجديد فيه تغيرات كتيره، والخواص كلها الاوبشن كلها بقت دبل. يعني الوايلد كارد بقى فيه اتنين، واحده في الاولاني، في الجزء الاولاني واحده في التاني. الفري هيت، ترابل كابتن، بنش بوست. فكده كده احنا لازم نستغل الخواص دي في اقرب وقت، يعني نستغلها اللي هي في اول جزء في الدوري لازم نستغل فيها كل الخواص الاربعه، لان انت عندك اربعه تاني في القسم التاني يعني. فانت فكده كده انا عامل بلان خفيفه كده صغيره، بس حسب الماتشات وحسب الدنيا. دلوقتي انا هقسمها لكم لخمس مراحل، اربع مراحل. يعني ايه؟ يعني او من الاسبوع الاول لغايه الاسبوع الثالث ده هيبقى فيه تشكيله. ممكن نبتدي مثلا بالبنش بوست وهقول لكم ليه بعدين، وممكن عادي نبتدي بالتشكيله اللي تريحنا بس لمده 3 اسابيع، لان بعد كده في توقف دولي. بعدها اللعيبه هترجع، هتبقى انت ايه برضه، ممكن تلاقي لعيبه اتصابت، تلاقي اي حاجه حصلت، فانت هتضطر ان انت تعمل سوالب، او مثلا تضطر تعمل ترانسفير كتير. فلا، الجزء الثاني اللي هو من الرابع لغايه السابع، عشان برضه في توقف دولي، ده هيتعمل فيه فري هيت. ليه فري هيت؟ لان في الاسبوع الخامس في ماتشات صعبه، زي هتلاقي ماتشات تقيله، يعني ممكن اجيبها لكم دلوقتي، بس هي ماتشات اللي هي مانشستر سيتي تقريبا مع حد من التوب، اللي هو التوب فايف كلهم مع بعض. فاهم قصدي؟ التوب فايف كلهم مع بعض في الاسبوع ال 15. تعال نشوف كده الاسبوع ال 15 مع بعض عشان ايه. فانت يبقى الناس كلها بتلعب ماتشات صعبه وانت جايب تشكيله لطيفه، يعني مثلا في ارسنال واستون فيلا. لا، هو مش الاسبوع ال 15، تقريبا الاسبوع ال 16. ثانيه واحده، يا اما ال 14. ثانيه واحده. المهم ان في ماتشات صعبه، فهو الفري هيت ساعتها تبقى كويسه، يعني انا براجع الجدول بس طبعا مش عارف اجيب لكم التفاصيل واضحه. ومن الاسبوع الثامن اللي هو بعد السابع لغايه الاسبوع ال 11 في برضه هنعمل وايلد كارد، هنعمل ممكن تريبل كابتن كده يعني. فانا قصدي ان احنا نقسم الخواص على الاسبوع، على الجزء الاول من الدوري 19 اسبوع هنقسمها، بحيث ان احنا ايه نستفاد بيهم في الوقت الصح، يعني في الوقت الصح. تمام. بس ودلوقتي انا هنزل لكم الريت بتاعي بتاع السنه اللي فاتت، ان انا مخلص 26,000 على العالم. طبعا هو مش رقم كبير، هو رقم عادي، بس هو كويس، يعني الواحد يقدر يتكلم شويه في الفانتازيا، يعني مش معلش مش مليون مثلا وكلام زي كده داخل اتكلم. واني واي برضه عادي مش فارقه يعني. بس الفكره ان يعني ايه، عشان يبقى في مصداقيه شويه. وفيديو دلوقتي هعمل لكم فيديو دلوقتي، هكمل لكم على الفيديو ده، هوريكم التشكيله بتاعتي اللي انا هخش بيها اول اسبوع، وهوريكم برضه التشكيلات بتاع الاول والتاني على العالم السنه اللي فاتت، هم داخلين السنه دي بايه. تمام. ثانيه بقى ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي. دلوقتي دي هوريكم التشكيله بتاعتي، وهوريكم الدنيا فيها ايه. دلوقتي ده موقع الاف بي ال، دي التشكيله بتاعتي اهي زي ما انتم شايفينها. انا جايب فيها سلز وكوكوريلا وامبيسيكا، فان ديفين، روجافز، مو صلاح، ايزي، امادا، بالمر، بوين، سولانك. كل واحد بالنسبه له، ما انا بالنسبه لي اللعيبه دي انا جايبها لاسباب، مش جايبها لكده، يعني انا باصص لاول 3 اسابيع كل واحد فيهم مع الروتيشن، واللعيبه اللي بره عندي هتفرق. يعني سلز انا شايف ان نوتنجهام فورست فريق دفاعيا كويس جدا، ماشي حاله. يعني الفريق ده لو احنا مش هنجيب على الاتليست كفر من دفاعه هنجيب الجون.
وانا برضه اللي عاجبني فريق تشيلسي. فريق تشيلسي عاجبني جدا، فانا كنت عايز اجيب الجون فجبت كوكوريلا، بحيث ان كوكوريلا من البريمير. هو لعيب كويس جدا اصلا، يعني هو لعيب كويس جدا. وسعره كمان مميز ليه؟ لان سعره 6 مليون، واغلى دفاع في اللعبة ب6 مليون. تمام، ب6 مليون. فنقدر لو مثلا ما تألقش هو وتألق اي حد غيره، هنقدر نعمل سويتش اوف، نعمل على نروح له على طول، مفيش مشكلة. فاهم قصدي؟ فكده عندنا برضه الحتة دي عشان ما نبقاش فقدناها بعد كده، نجيب لعيبة مثلا رخيصة في الدفاع فنبقى عايزين نطلع للبريميوم فنقلب من سوالب كتير. تاني لعيبة عندي وان بيساكا. وان بيساكا بصراحة لعيب كويس جدا، وماتشاته مش حلوة بس مش وحشة، يعني كويسة. وهو لعيب اكتف قوي يعني، اول ماتش ساندرلاند، وماتش المفروض ان هو في المتناول يعني. وكمان في البري سيزون عاملين ماتشات حلوه قوي ويست هام. وفان دي فين طبعا كفر من دفاع توتنهام، اللي المفروض ان هي تتحسن شويه في الموسم الجديد، وفي نفس الوقت ماتشاتها برضه مش وحشه يعني. نص الملعب روجرز طبعا لا خلاف عليه، لعيب بيلعب 90 دقيقة، وفي نفس الوقت الفريق كويس هجومي، استون فيلا، وسعره ما كبرش قوي يعني يا جدعان. يعني مثلا هو كان 7، كان 6 بقى 7 عادي. وطبعا مو صلاح ده لا غنى عنه، مفيش كلام عليه، ده البرنس بتاع اللعبة، ده الكينج كونج، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. وطبعا ايزي دي مفاجأة مني انا، ده حاجة بتاعتي انا حاسس ان ايزي فارق جامد، مع اني ممكن اغيره عادي، بس هو اخر فورمه وصل لها في السيزون اللي فات كان فظيع، كان فظيع ما شاء الله. امادا كل الناس طبعا بتختلف، ممكن تختلف معايا تقول لي طب جيب بون او جيب كونيا. انا بصراحه هم اسعارهم غاليه شويه بالنسبه لان انا عايز احط بالمر زي ما انت شايف. وفي نفس الوقت امادا لعيب حلو قوي، يعني لو لعب تاكد ان هو هيعمل لك حاجه. هو الواد غريب يعني، الاكس جي بتاعه مش طبيعي على الجول. وفي نفس الوقت لو التانيين يتألقوا اعرف اطلع برضه ليه، لان انا عامل بادجات عاليه شويه في كل مركز عشان اقدر انقل من غير ما ازعل يعني. يعني ومعانا بالمر طبعا على الفورمه بتاعته اللي هو ظاهر فيها في كاس العالم الاخير، وهو اصلا ماتيريال لعيب ممتاز، بس هو المدرب يسيبه بس ايه ينطلق. وطبعا بون ممكن الناس تختلف معايا، بس انا بحب بون. يعني هو لعيب، انت عارف ان انت لما تبقى قاعد مثلا كده ما بتعملش حاجه، ويجي لك رساله على الموبايل مثلا وسط هام بتلعب حد جاب الجون، انت طبيعي كده تبص تقول ده اكيد بون يعني، يا اما ده الاسيست بون. فهو راجل كده ايه، تحس انه مفيد. طبعا الكابتن انا هغيرها لصلاح، بس هي بس محطوطه مؤقتا. وسولانكي برضه راجل معاه بيلعب 90 دقيقه، راجل معاه ضربات الجزاء، ولو انت ملاحظ انا مركز على ضربات الجزاء. بالما بيلعب ضربات الجزاء، ايزي، صلاح، بون، سولانكي. فانت برضه دي فكره مش وحشه. وتاني حاجه انا تحت عندي هنا، يعني مثلا مش ناسي دفاع ارسنال يعني جايب، بس انا كل سنه بعمل حاجه لطيفه يعني، بحب استفاد بدفاع ارسنال بسعر اقل. يعني مثلا السنه اللي فاتت نزلت بتمبر كان ب5.5، كل الناس جايبه جابرييل وصليبه عشان ب6، واحنا كنت باخد الكلين شيت، انا وواحد صاحبي معايا كنا بناخد الكلين شيت من غير يعني، واحنا كسبانين نص مليون. فانا بحاول اعملها المره دي برضه. لويس لعيب كويس، ولو لعب هيبقى كويس، ولو كلين هنستفاد، ما جابش عادي كلنا هنزعل مع بعض. ومارك جوي طبعا ده اللي طلع من تشيلسي راح للفريق اللي هو ساندرلاند، اكيد هيلعب كتير جدا واكيد هيبقى مفيد جدا. الواد ده ماتيريال حلو نظيفه. وستيفو ده تقريبا هو كان عامل حاجه كويسه في الشامبيونشيب مع الفريق اللي صاحب معاه، وفي نفس الوقت الملكيه بتاعته عاليه، فقلت اجيبه يعني. والدرافت ده ممكن يتغير مره واثنين وثلاثه يعني، فاهم؟ ده مش حاجه ثابته، احنا لسه لغايه ما ننزل، لغايه ما يقرب الدوري هنغير، بس ده مبدئيا كده الدرافت بتاعي يعني. بس فانا مثلا الدرافت بتاعي، لو انا برضه بعمل حاجه لذيذه، لو في اي حد عنده درافت عايز اقيمه له، ممكن يبعتوا لي سكرين شوت واحطه له على الموقع ده، موقع الهاب اف في ال. ده عامل ان انت تعمل الفريق بتاعك هنا ويديك هو كام في المية. طبعا انا عملت الفريق بتاعي حطيته كله اهو اللي انا جايبه، واداني 82%. مش حلو بس مش وحش. انا كنت عامل من اسبوعين 3 كده اول ما ابتديت اللعبه، عملت تشكيله كانت جايبه 91% بس نسيتها اصلا. بس ان شاء الله مع بعض نرجع ونخش باحلى تشكيله تكون جايبه تقييم كويس، ويكون الاكسبكتد للبوينت بتاعتها تكون حلوه. وبس. وده التشكيله بتاعتي، وده الريت بتاعي يعني، ده التقييم بتاعي على الهاب اف بي ال. ولو انتوا عايزين اي حاجه ممكن نغيرها مع بعض. حد عايز مثلا يعرف ايه الدنيا ممكن افهمها له.
وان شاء الله خير يعني وتبقى لطيفه. ده وبعد كده انا قلت لكم في فيديو ان انا هوريكم تشكيله الاول والثاني على العالم، بس الموضوع هياخد وقت يعني برضه، فانا محتاج ان انا ان شاء الله بكره انزل لكم بفيديو بيه ان انا احط لكم تشكيلاتهم ونشوف نقارن. وعندي كذا درافت كده برضه عايز انزله لكم ونختار مع بعض لغايه قبل ما نخش، ونعرف برضه الخواص هنستخدمها في ايه. وسوري برضه لما كنت بكلمكم على موضوع الخواص، الماتشات السهله انا كنت بقول لكم ليه فري هيت، عشان الماتشات الصعبه في الاسبوع الخامس، لان الاسبوع الخامس هو اللي فيه مانشستر سيتي هتلاعب ارسنال و... واسمه ايه ده وليفربول هتلاعب ايفرتون. طبعا هو مش سهل بس هو ديربي يعني، فبرضه الماتشات صعبه فيه. فهو الاسبوع ده ممكن الناس كلها تبقى بتلعب مثلا ماتشات صعبه والدنيا مش تمام، وانت تطلع كده فاهم مع نفسك يعني. بص ليفربول وايفرتون، عندك مانشستر سيتي وارسنال، ماتشات تشيلسي ومان يونايتد يعني فاهم. فانت غالبا هيبقى عندنا لعيبه اصلا من الناس دي، فاحنا هم طالعين عاملين فريق الجميل نجيب وعايزين اللعيبه دي ما نخسرهاش، نجيب فريق ينفع الاسبوع ده، وبعد كده نرجع تاني نكمل الخواص ونستفاد بيها. يا شوفوا ان شاء الله يعني ايه هنعمل حاجه لطيفه مع بعض، وربنا يسهل الحال ان شاء الله، ويا رب اعجبكم بس وانا عارف ان الامكانيات ضعيفه شويه، بس ممكن تستفادوا مني في حاجه يعني، في نستفاد مع بعض نعمل حاجه. وبحاول اوصل المعلومه، وكل شويه ان شاء الله اطور من نفسي لغايه ما انزلكم كل حاجه تكون واضحه قدامكم يعني. وشكرا جدا ليكم وان انا خدت من وقتكم حبايبنا، مساء الورد عليكم، مع السلامه.